مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين: ارتفاع غير مسبوق في ثمن البوطة بالمغرب عام 2025. هل المواطن مستعد؟ قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. بدأت الحكومة المغربية خلال شهر ماي من سنة 2024 بتنفيذ خطة تدريجية لرفع أسعار قنينة الغاز ب10 دراهم في سعر الأسطوانة من فئة 12 كيلوغرام، بحيث انتقل سعر بيعها للعموم من 40 إلى 50 درهم. وفقا للتقرير المالي والقرار الصادر من الحكومة في وقت سابق، فإنه من المتوقع أن يصل سعر القنينة الكبيرة إلى 60 درهما بحلول ماي 2025، وذلك كجزء من إصلاحات شاملة تستهدف تمويل برامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة. وفي ظل هذه الإصلاحات تعمل الحكومة على تقليص الدعم الموجه للمواد الأساسية مثل الغاز والدقيق والسكر، مع الإبقاء على دعم مخصص للفئات الأكثر هشاشة. وتنص الخطة التي أعلنت عنها الحكومة سابقا على زيادة سعر الأسطوانة من فئة 12 كيلوغراما بمقدار 10 دراهم سنويا حتى عام 2025، ليصل السعر النهائي إلى 140 درهم. وكان هذا القرار قد أثار موجة من ردود الفعل المتباينة، حيث يرى مؤيدي القرار أنه ضروري لترشيد الاستهلاك وتحويل مبالغ دعم صندوق المقاصة لمادة الغاز إلى دعم مالي مباشر إلى الأسر الفقيرة، بدل دعم حكومي عام تستفيد منه بعض الأنشطة التجارية التي تعتمد على استهلاك الغاز كالسقي في المجال الفلاحي أو المطاعم الكبرى ومجالات متشابهة.